السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا متابعين قناه اوبسنو ايرور، صباح الخير عليكم او مساء النور حسب التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو. دلوقتي النهارده تكمله لشرح دوره انشاء مشاريع بايثون. النهارده بقى خلاص خلصنا كده الفلاسك، وخلصنا وعرفنا ازاي نعمل اي اي وازاي نربطهم بموقع، وان يشتغل بالاتش تي ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت وندمجهم كلهم مع بعض. تمام. طبعا الفلاسك محتاجه دوره كامله، يعني انت لو حابب بقى تتعلم انا بديك البدايات كده، وانت ممكن تكمل مع نفسك على اليوتيوب لو حبيت تدوس في الحوار. تمام. النهارده بقى جايب شرح الريكوستات، وازاي تعمل ريكوست، وازاي تسحب ريكوست من موقع وتشتغل عليه وتعمله سكريبت والدنيا ديت. تمام. بس قبل اي حاجه، لو انت مش مشترك في القناه، كل اللي عليك هتدوس على كلمه سبسكرايب وتدوس على علامه الجرس ديت وتدوس على اول او الكل عشان تفعل الاشعارات بتاع القناه. تمام. بدايه كده، زي ما احنا عارفين، احنا بنشتغل من الموبايل ومن الكمبيوتر. فزي ما اتفقنا، زي كل مره، لو شغال من على الموبايل هتشتغل من على باي شارم، لو شغال من على البي سي معلش هتشتغل من على باي شارم، لو من الموبايل هتشتغل على برنامج بايدر 3. تمام. وزي ما اتفقنا وعرفنا ازاي بنشتغل على الاثنين، هو نفس الكود، بس انا بكتب من على الكمبيوتر عشان الكود يبقى واضح قدامك وكبير كده زي ما انت شايف، والاكواد تبقى ظاهره. تمام. تمام. طبعا انا النهارده جاي اعمل ايه؟ دي كده كانت اخر حاجه وصلنا عندها في الدرس اللي فات. تمام. تمام. هنشيل بقى كل ده لان احنا هنشتغل شغل جديد خالص. تمام. خلينا نشيل كل ده وهنشتغل النهارده بمكتبه اسمها ريكويستس. مكتبه ريكويست ديت لا غنى عنها عموما في اي حاجه. هتعمل بوت هتحتاج مكتبه ريكويست ديت، لو حابب تنفذ فيه مثلا حاجه معينه، عايز تسحب حاجه من موقع تعملها، مثلا في موقع بيحمل من اليوتيوب وانت عايز تعمله سكريبت، فاهم؟ فانت عايز تسحب منه فهتستخدم مكتبه ريكويستس. عايز تفتح موقع عموما تخليه زي يفتح كده وتجيب منه اتش تي ام ال بتاعته، مكتبه ريكويستس. مكتبه ريكويست ديت تقريبا، بص، مفيش حاجه يعني ما بتستخدمهاش. فاحنا عشان نستخدمها احنا بنكتب كلمه امبورت. تمام. عشان نستخدم اي مكتبه، وبعد كده بنكتب اسم المكتبه. فطبعا اسم المكتبه اسمها ريكويستس. تمام. وطبعا عرفنا ازاي بنسطب المكتبه، وعرفنا ازاي بنعملها وبنسطبها من الكمبيوتر ومن البي سي. تمام. تمام. طيب انا قبل ما ابدا، انا بحب يعني احاول افهمك الدنيا الاول، عشان مثلا لو انت حابب تكمل مع نفسك، او لو حابب يعني تسريش عن حاجه، تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، مش مجرد اللي هو تبقى ايوه انا عرفت تعمل ريكوست تاخد كوبي بيست وخلاص كده. انما لو عايز تعمل حاجه جديده انت كده مش هتعرف. فانا بعلمك ايه مثلا فايده كذا وايه فايده كذا، بحاول اديك الاساسيات على قد ما اقدر يعني. تمام. مكتبه ريكوستس ديت فيها كميه حاجات كتيره، بس من الحاجات الاساسيه اللي هي فيها ان احنا مثلا فيها حاجه اسمها، يعني لو جينا ندينا على المكتبه كده اسمها ريكوستس، تمام، وكتبنا النقطه، هنلاقي جواها حاجات كتير زي ما انت شايف كده. طبعا على الموبايل مش هيظهر لك الحاجات ديت، بس انا هشرح لك اهم الحاجات اللي فيها. من ضمنها من ضمن اهم الحاجات اللي فيها في حاجه اسمها سيشن. تمام. ديت عباره عن ايه؟ يعني كده انا عملت ايه كده؟ عباره دي عن جلسه. طب ديت انت هتستفيد بيها بايه؟ يعني انت بتقول له كده اعمل لي ريكوست سيشن. تمام. عموما اي حاجه بنعملها كده بنحفظها في متغير، فنحفظ مثلا ديت ار ايكوال كذا. تمام. فانت كده بتقول له ان انت كده عملت سيشن من مكتبه الريكوست. ايه السيشن ده او ايه لازمتها؟ السيشن ديت هقول لك دلوقتي. انت مثلا عندك وليكن مثلا موقع بيحتاج تسجيل دخول. تمام. تمام. فانا هاجي اسجل دخول مثلا، وليكن اي موقع بقى عموما بيحتاج تسجيل دخول. فطبعا اول ما هاجي اسجل دخول واكتب كده، بكتب الايميل والباسورد وبعد كده هخش. فانت عشان تفتح الموقع ده كده انت محتاج تفتحه الاول، وبعد كده تكتب ايه؟ الايميل والباسورد. حلو. فانت فتحت الموقع اهو، ورحت جاي عملت ريكوست يفتح الموقع، ورحت جاي عامل ريكوست تاني يسجل دخول. تمام. فهتيجي تعمل ريكوست يروح جاي كاتب الايميل والباسورد. طب حلو، انت كده لما اول مره فتحت الريكوست هنا، وبعد كده فتحت الريكوست اللي هو بتاع الموقع عموما، وبعد كده هتعمل ريكوست تاني عشان يسجل لك دخول، فانت كده عملت ريكوستين. طب انا عايز الريكوستين دول يبقى في نفس البراوزر او في نفس الجلسه، يعني في نفس الكوكيز، فاهم؟ دي بقى فكره السيشن هنا. يعني على اساس ان انت لو فتحت الموقع ده وعايز تعمل بنفس الجلسه او بنفس الكوكيز والمتصفح اللي شغالين، هتضطر تعمل، هي مش نفس المتصفح بس نفس الكوكيز يعتبر. تمام. تعمل حاجه اسمها سيشن. فيفضل اصلا ان انت تشتغل لو في اكتر من ريكوست في الموضوع عندك، فتشتغل بسيشن. تمام. مفيش، انت مش محتاج السيشن ديت، هتشتغل بمكتبه الريكوست على طول، هتكتب ريكوست دوت وتشتغل زي ما هوريك دلوقتي. طيب انا دلوقتي في مكتبه برضو ريكوست، سواء كتبتها كده، تمام، هتلاقي جواها دوت جيت ودوت بوست ودوت ديليت ودوت اوبشن ودوت حاجات كده كتير. تمام. هقول لكم دلوقتي. طيب احنا دلوقتي دي كده لو هتستخدم بالمكتبه على طول، لو هتشتغل بالسيشن فانت هتشتغل على المتغير اللي انت عملته، فتقول ار دوت، هتلاقي برضو دوت كت والدوت بوست، نفس الحاجات اللي كانت موجوده في المكتبه هي اتنقلت هنا في المتغير ده، بس بفرق ان ديت سيشن هتشتغل
على كل الريكوستات هتشتغل بالار، فاهم؟ فانت كده يعني تشتغل بحاجه موحده. فانا بفضل ان انت تشتغل بسيشن عموما، فانا اشتغل بسيشن الفيديو ده. تمام. طبعا قبل برضو ما ابدا اسحب ريكوست من الموقع واشتغل عليه، لا انا هفهمك ايه الحاجات اللي جوه المكتبه ديت. اول حاجه في حاجه اسمها جيت. تمام. جيت ديت بتاخد متغيرين او 3 او كميه متغيرات. يعني لو وقفت عليها كده زي ما انت شايف بتاخد كذا بارامتر اهو، كل بارامتر ديت بتاخدها. طب انت طبعا مش فاهم حاجه ومش عارف. بص، اول حاجه هي بتاخد ايه؟ السيلف ديت، يعني مالكش دعوه بيها، دي حاجه كده تبع الكلاسات وكده. تمام. انت اول حاجه بتاخدها هي اليو ار ال. يعني هي بتاخد ايه؟ بتاخد حاجه اسمها يو ار ال. تعالى كده نجرب ناخد جوجل كده. وطبعا مش هشتغل على جوجل، هشتغل على موقع مثلا بتاع تزويد مشاهدات مثلا تليجرام، ونجرب عليه برضه. تمام. بس انا هوريك دلوقتي اللي انا مثلا لو دخلت هنا عملت مثلا جوجل كده. تمام. ده كده موقع جوجل، عملت له جيت. يعني ايه جيت؟ جيت ديت بتقول له افتح لي متصفح، افتح لي اكني داخل على متصفح كده، ورحت جاي واخد اللينك اللي هنا ده كده اهو، جيت خدت ده كده كوبي. تمام. ورحت كده هنا ورحت سريشت كده، اول ما ادوس انتر هي دي كده جيت. معنى جيت اللي هو بيفتح لي الصفحه اكنها تفتحها حاجه عاديه، يعني تفتح الصفحه كده حاجه عاديه، فاهم؟ تصفح اكنك بتتصفحها. تمام. طيب احنا زي ما اتفقنا ان احنا اي حاجه نعملها هنحطها في متغير. فهنا المتغير هيبقى اسمه ريسبونس، فهسميه مثلا ريس. تمام. فانت كده هتفتح موقع جوجل. جيت ديت يعني انت كده بتقول له افتح لي موقع جوجل. تمام. طب ايه اللي يحصل لو جينا عملنا برينت للريسبونس؟ بس كده اللي هيحصل لو جينا رننا زي ما انت شايف هنا قال لي ريسبونس 200، يعني كده هو فعلا 200 ديت اللي هي 200 يعني نجح الريسبونس. طب انا عايز اجيب الكلام بقى نفسه، بقول ريس دوت تكست. تمام. اللي هي ديت كده هيجيب لي الكلام بقى اللي هو بتاع الريسبونس نفسه، او هيجيب لي الصفحه دي نفسها، فاهم؟ تعال نجرب. بص كده هنا جاب لي صفحه HTML كامله. ايه هي صفحه ال HTML ديت؟ اللي هي الصفحه ديت المبنيه بيها جوجل. طب لا انا ما يعني ازاي ده؟ تعال نجرب ونشوف كده الحوار ده. تعال نجرب. لو انا خدت مثلا الصفحه ديت كده وحفظتها في ملف، يعني مثلا خدت ديت كده كلها وحفظتها في ملف مثلا، وليكن هنا كده نيو، عملت فايل جديد يعني عادي. تمام. دخلت كده حطيت فيه ملف ال HTML ده. تمام. ورحت جاي مسميه دوت HTML بدل دوت تكست عشان يفتح في المتصفح HTML. تمام. وجيت فتحته كده زي ما انت شايف، فتح لي جوجل، صفحه جوجل. يبقى انا كده سرقت السورس كود بتاع جوجل. تمام. زي ما انت شايف كده. بس طبعا في هنا دي صوره، يعني ممكن تفتح كده الصوره، واتفقنا ازاي تحط صوره. تمام. طبعا هتحط صوره فين؟ انت هنا الملف ده لو فتحته هتلاقي فيه مكان الصوره اصلا. تمام. مش موضوعنا طبعا دلوقتي، اللي فاهم HTML هيبقى فاهم الحوار ده. فانت كده سرقت سورس كود بتاع جوجل. بس طبعا لو جيت كتبت مش هيفتح معاك، لان طبعا انت مش مبرمج الباقي. تمام. فانت هنا كده السورس كود بتاع جوجل اهو، ما عدا الصور اللي موجوده في جوجل. تمام. وشويه تظبيطات يعني، فسهل ان هي تتعمل عموما. كده احنا عرفنا يعني ايه جيت ديت، اللي هي بتجيب لك صفحه زي دي كده، تجيب لك السورس كود بتاعها او تفتحها لك عموما. يعني مثلا عايز تعمل تفتح اي موقع بتفتحها بجد. طيب قبل ما اكمل انا عايز اقول لك شويه حاجات تانية هنستخدمها، بس مش احنا هنستخدم كمان بدل الجيت هنستخدم حاجه اسمها بوست. قبل ما نستخدم بوست في هقول لك على شويه الحاجات المهمه اللي انت المفروض هتشتغل عليها. في عندك جيت، وفي عندك بوست، وبوست دي من اهمها اصلا اللي هنشتغل عليها. وفي عندك اوبشن، وفي عندك هيد، وفي عندك ديليت. طبعا كل واحده فيهم ليها مميزاتها. تمام. فانا ممكن اقول لك مثلا ان جيت ديت زي ما اتفقنا ان هي بتفتح الموقع وتجيب لك السورس كود بتاعه، او تفتحه لك عموما تعمل لك فيوز عليه. تمام. حلو. طب بص ديت ايه؟ بص دي اللي هي بتحقن داتا. ديت هتستخدمها امتى؟ لو انت عندك ايميل وباسورد عايز تحقنهم في الموقع، يعني عايز مثلا تسجل دخول في اي موقع، بتشتغل على بوست، وهنعرف دلوقتي. تمام. طب ايه هيد دي؟ هيد ديت مش عايز ادخلك في تفاصيل كتير، بس ديت لو انت مثلا عندك حاجه بتحمل مثلا فايل وانت مش عايز تحمله فايل وتصفح الملف ده، بتشتغل بهيد. تمام. هيد دي زيها زي الجيت. تمام. عموما يعني، بس دي اللي ليها شويه مميزات تانية يعني. تمام. ديليت ديت لو انت مثلا عندك موقع والموقع ده عايز تمسح منه حاجه، بتشتغل بالديليت. وطبعا لازم يكون الريكوست نفسه بيدعم الحوار ده. وطبعا في باتش برضو، وفي بوت. كل ده حاجات هي مش هتستخدمها عموما كتير، بس احنا كل اللي محتاجينه الجيت والبوست. تمام. طيب انا دلوقتي هنا عندي عملت جيت وعملت الموقع ده.
تمام. في حاجه تانية بقى في الجيت برضو، بس احنا هنشتغلها في البوست. خلينا نشتغل هنا بوست. تمام. ايه اللي يحصل لو عملت بوست جوجل كده؟ كده انا بقول له يعني انت كده مش فاهم الدنيا. لا، انت المفروض البوست بقى بتاخد منك 3 حاجات. اول حاجه اللي هي اليو ار ال، تاني حاجه بتاخد منك حاجه اسمها هيدرز. تعال نكتبها هنا فوق كده، متغير اسمه هيدرز، وخليها هيدر. تمام. ايكوال، وده طبعا زي ما اتفقنا ان ده هيكون عباره عن ماب او جيسون. تمام. الهيدر ده بيبقى جواه ايه؟ بيبقى جواه كي وفاليو. تمام. كي وهنا الفاليو، يعني القيمه، المفتاح والقيمه بتاعته. المفتاح والقيمه بتاعته هنعرف يعني ايه دلوقتي. طيب هنا بقى هتيجي تديها ازاي للريكوست؟ بتكتب هنا هيدرز ايكوال. تمام. وتديله الهيدرز اللي انت كاتبها ده كده. الاحمر حته الخط بتاع العلامه الحمراء ديت، ده معناه ان دي حاجه في المكتبه نفسها. تمام. فانت بتقول له ناديلي على الهيدرز اللي في قلب بوست، واديها الهيدرز بتاعتي، يعني اديها الحاجات بتاعتي. تمام. نفس الحوار هيبقى في حاجه عندك اسمها داتا. ايه الداتا ديت؟ تعال نشوف دلوقتي. الداتا نفس الحوار برضو، ناديلي على الداتا اللي موجوده هنا، وهتديني الداتا اللي انا هعملها. تمام. هنعمل داتا هنا، داتا ايكوال كي، وهنا برضو فاليو. تمام. يعني ليها مفتاح وليها فاليو. وممكن الداتا تكون مثلا سترينج عادي، يعني ممكن الداتا تكون شويه كلام كده عادي، مفيش مشكله. وممكن الداتا تكون بالطريقه دي، يعني مثلا هنا ايميل ايكوال مثلا اي حاجه gmail.com. تمام. دي كده داتا. وبعد كده لو عايز باسورد يبقى الباس ايكوال مثلا جي مثلا يعني. فكده انت بتقول له احقل لي في الموقع ده الهيدر بتاعته ديت، احقل لي الداتا ديت، يعني حط لي الايميل كذا والباسورد كذا. فاهم؟ طبعا انا بحط الداتا دي بمزاجي؟ لا طبعا انت ما تحطش الداتا دي بمزاجك، لان ممكن الايميل هو مثلا يكون عاملها ايه. فاهم؟ فانت مش عارف، انت بتروح تسحبها من الموقع وهنعرف الوقت. طب ما تيجي كده نسحب جوجل وبعدين نسحب موقع بقى ايه جامد كده ولا حاجه. فعشان جوجل حاجه بسيطه نسحب منها. بص يا صاحبي، البوست ديت يعني معناها اللي انت لما تيجي تحقن، فانت لما تيجي تحقن بتروح جاي كاتب ايه؟ الايميل هنا، وطبعا لو في خانه للباسورد بتروح كاتب الباسورد. طب هنا مفيش غير خانه واحده خلاص، فانت تيجي تسيرش مثلا عن كلمه مثلا وليكن البخت مثلا. يلا يا ويجز هنروق عليك في الفيديو ده. تمام. قبل ما ادوس على كلمه جوجل سيرش بروح جاي بقى عايز اسحب اللقطه ديت. طبعا هوريك ازاي تسحب من الموبايل واوريك ازاي تسحب من البي سي. تمام. تعالى كده ندوس من البي سي، ادوس كليك كده يمين وتنزل على اخر واحد تدوس انسبكت. تمام. وهتروح على كلمه نتورك اللي فوق ديت. بس ده كل اللي عليك تعمله. هوريك دلوقتي برضو من الموبايل ازاي، بس خلينا نشوف الاول هنعمل ايه. تمام. اول حاجه انا هاجي هكتب كلمه، هدوس على كلمه جوجل سيرش. اول ما ادوس عليها زي ما انت شايف كده هنا، دي الريكوستات اللي حصلت كلها. اهم ريكوست عندي اللي هو ريكوست السيرش ده. تمام. لو خدت بالك هتلاقي عندك، بص هتلاقي هنا متقسم ل3 اجزاء. اول حاجه ده الريكوست يو ار ال. هتنزل تحت كده هتلاقي الريسبونس. طبعا الريسبونس ده احنا مش محتاجين منه اي حاجه، فتروح قافله كده عشان احنا محتاجين كل الداتا اللي جوه الريكوست دي. تمام. طيب انا دلوقتي اول حاجه المفروض بعملها ايه؟ بص لو خدت بالك هتلاقي ان هنا مكتوب ايه؟ ريكوست هيدرز. ايه الهيدرز ديت؟ لو رجعت هنا كده هتلاقي ان فينا في هيدرز. تمام. طيب انا عشان افهمك الموضوع هوريك حاجه دلوقتي بتعمل لك الريكوست جاهز، بس بدل ما نعمله جاهز هوريك عشان تبقى فاهم انت الموضوع. فانت عندك دي الريكوست هيدرز اهي. تمام. هتنزل تحت كده هتلاقي كل حاجه ليها قيمه كي وصدى الفاليو بتاعها. تمام. فدي كي اهي، تروح واخده كده كوبي وتروح جاي حاطه هنا كده، وتروح جاي ايه واخد الفاليو بتاعته. ممكن تدوس كليك يمين كوبي فاليو، هينسخ لك الجزء اللي هناك ده. تمام. وتيجي حاطط كده تعمل كده. تمام. تروح عامل كوما، تعمل كوما، تنزل سطر. نفس الحوار هتاخد اللي بعديه، تاخد الميثود. تمام. ممكن ما تاخدش الميثود وممكن ما تاخدش الباس، دول ما لهمش لازمه يعني، ولا السكيما. تمام. هتاخد الاكسبت ديت. تمام. فتيجي تاخد كلمه اكسبت ديت كوبي. تمام. هوبا. طبعا ما بتاخدهاش بالنقطتين اللي بعديها، لا النقطتين بيتحطوا هنا كده اهي فاليو، وتروح حاطط ايه الكلمه بتاع الاكسبت كوبي فاليو اهو وهكذا بقى. هتمشي مع الهيدر ديت كل لحد ما تعملها كلها اللي هي كده.
هتروح جاي ماشي عليها كلها، تاخد ديت والقيمه بتاعتها، وتاخد ديت والقيمه بتاعتها. الكوكيز ممكن ما تاخدهاش، تمام، مفيش مشكله مع الكوكيز خالص. حلو. الريفيرر ديت لازم تاخدها، تمام. الحاجات بقى اللي هي السك اللي اولها سك دي كلها ممكن ما تاخدهاش، مفيش مشكله عادي، بس لازم اليوزر ايجنت، تمام، تاخده تحطه في الهيدر. طيب انا كده حطيت فين الداتا بقى؟ يعني انا كده حطيت الهيدرز دي كلها، يعني خدت كده الهيدرز ديت رصيتها حطيتها عندي في الريكوست. عايز الداتا، تيجي هنا عند كلمه بايلود، لو في داتا هتلاقي كلمه بايلود دي ظاهره. مفيش داتا يبقى خلاص، يبقى انت مش محتاج الداتا معاك. لو مش محتاج الداتا تروح جاي ماسح ديت كده، تمام، وتمسح ديت كده. يبقى كده بتاع اليو ار ال والهيدرز بتاعتك، تمام. بس احنا عندنا في داتا لان في كلمه بايلود ديت زي ما اتفقنا اللي هي حقن اهي. هتلاقي بص عندك شويه داتا، ممكن تدوس على كلمه فيو سورس ديت، تمام، اهي، تروح واخد دول كوبي اهو، وتروح جاي حاططها هنا كده اهي. وممكن تحطها كيو فاليو لو انت عايز برضه، مفيش مشكله. كيو فاليو ازاي؟ هتلاقي مثلا انت عندك كلمه كيو هتحطها هنا بس في الداتا بقى. يعني مثلا ممكن اوريك اهو، وليكن مثلا دي ايكوال، لو انت عايز تنظم كودك يعني، فاهم، بدل ما يبقى خط طويل كده، لا، هتلاقي كلمه كيو ديت، هتروح جاي كده واخد الكيو اللي قبل اللي يساوي تحطها هنا، والقيمه بتاعتها اللي هي كام؟ اللي هي كل ده لحد قبل علامه الاند ديت، تمام. ديت علامه الاند ديت، حلو. دي مش راضي اعلم عليها بس هي ديت، تمام اهو. وبعد كده كوما، خش على اللي بعد علامه الاند، اللي بعد علامه الاند العلامه ديت اهي، وتروح جاي تبقى كده اهو، وتديها برضو الفاليو بتاعتها اهي لحد علامه الاند اهي، لحد علامه الاند، تمام. وهكذا بقى تكمل لو انت عايز تنظم كودك، يعني ممكن تخليها بالطريقه دي زي ما اتفقنا، تمام. فاحنا نخليها بالطريقه اللي تحت او بالطريقه اللي فوق. طيب سيبك من كل بقى الهري ده كده، وتعالى نشتغل على موقع فعلي. يعني ايه جوجل؟ يعني انا هستفاد ايه بسيرش جوجل وهسحب ريكوست من جوجل؟ طب ما اخش على جوجل على طول اسرش. ممكن دي بقول لك يعني بحث جوجل، لو انت عايز تعمل سكريبت بحث جوجل مفيش مشكله، تمام. تعالى نخش على موقع جد او موقع بجد يعني، نفس الحوار. بس قبل ما اخش تعالى نشوف من على الموبايل. اول حاجه انت تحتاج برنامج اتش تي بي كاناري، هتلاقيه على جوجل بلاي، تمام اهو. برنامج اتش تي بي كاناري ده اللي هيسحب معاك ريكوستات، تمام. كل عليك هتلاقي اصلا مفيش حاجه هنا، هتبتدي تدوس على علامه الزائد ديت. اول ما تفتح البرنامج هيفتح بالشكل ده، او هيفتح معاك يقول لك نيكست نيكست نيكست، وبعد كده يطلب منك الباسورد بتاع الشاشه وتديله الباسورد، يقول لك هتنصب السيرتيفيكيشن، تمام. ويفتح معاك بالشكل ده. هتدوس على علامه الزائد ديت وتختار الموقع اللي انت تسحب منه. فانت طبعا هتشتغل على جوجل كروم، فتيجي تسرش على كلمه كروم وتختار جوجل كروم ده، تمام. تروح راجع وتروح جاي مشغل البرنامج كده، انت بدات تسحب من جوجل كروم. حلو الكلام. تعالى كده نخش على موقع جوجل ونشوف هنسحب منه ازاي. اهو نكتب google.com زي ما انت شايف كده. لو رحنا على برنامج HTTP كاناري هتلاقيه بدأ يسحب معاك اهو. بص عشان افهمك الدنيا، انت هنا عندك دلوقتي في حاجه اسمها بوست، ودي اللي احنا هنتكلم عليها اهي. دي كده بوست، يبقى انت كده شغال بايه؟ اللي هي البوست ديت، تمام. لو مكتوبه جيت يبقى انت شغال بالجيت. طبعا اليو دي بي ديت حاجات تي سي بي مش هينفع تشتغل عليها، تمام. فاحنا مثلا خلينا نكمل سيرش. نيجي هنا كده مثلا نبحث عن حاجه جي مثلا، تمام. ونروح على HTTP كاناري، ندور على السيرش اللي هي السيرش بتاع جوجل. هو غالبا ما بيسحبش معاه المحاكاة على الميليتور هنا، تمام. بس انت مع الموبايل هيسحب معاك عادي جدا وهيشتغل معاك عادي. طب انا مثلا ما اشتغلش معايا برضو، اعمل ايه؟ حاجه احمل برنامج غير HTTP كاناري، وليكن مثلا برنامج مش فاكر اسمه، استنى اشوفه. هو اسمه نتورك اس ال تقريبا. تعال نشوف على متجر جوجل بلاي. اي برنامج بيسحب عادي. نتورك اس ال مثلا، نتورك اس ال مثلا، باكت كابتشر ده، تمام. هنستنى يحمل ونشوف دلوقتي هنعمل ايه. هو خلاص حمل اهوت، هنبتدي نفتحه. جيت ستارتد زي ما انت شايف اهو، كونتينيو انستول، هيطلب مني الباسورد هنديهوله، ادوس اوكي. حلو. هنا كده هاجي هنروح دايس على هنا تشغيل واحد ديت، تمام. واجي اقول له سريش عن كروم وابتدي اشتغل، واروح على جوجل كروم واعمل نفس السيرش عادي اهو. اي حاجه، تمام. وهروح على البرنامج الاقي اللي هو ساحب معايا كذا حاجه، تمام. كده انزل 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 انزل
هو هنا ساحب معايا اكتر من ريكوست، فانا هضطر ادور على الريكوست المطلوب. طبعا لو يو دي بي زي ما اتفقنا مش هيشتغل، انت بتشوف التي سي بي. تمام. في تي سي بي هنا فاضي، هنا مفيش. هنا كده دي بتاع في ار مش السيرش تقريبا. تمام. فانت تقعد تدور بقى على الريكوست بتاعك. المفروض اصلا ان هو بيبقى ظاهر هنا بتاع جوجل، ظاهر الهوست هنا بتاع جوجل. طب خلينا نسحب من موقع تاني ونشوف الحوار ده. نسحب من موقع تاني افضل معانا. تمام. نقفل بس كل ده ونسحب من الموقع اللي هنشتغل عليه. تمام. نقفل كل ده، اقفل اليوتيوب ماشي، واقفل اتش بي كناري، وخلي اتش بي كناري. حلو. انا هشتغل على موقع اسمه مثلا تليجرام سوفت وير وليكن يعني، او تليجرام سوفت وير. ده موقع عادي، موقع رش اصلا تليجرام، بيزود لك فيوز وبيزود لك مشاهدات والكلام ده كله. في عندك حاجه اسمها هنا فور فري، يعني اوتو فيو فور فري. تمام. انا عايز اسحب ديت عشان اعملها ريكوست، يعني مثلا ديت مشاهدات تليجرام عايز اسحبها عشان اعملها ريكوست. هنا بيقول لك حط القناه بتاعتك، فانا مثلا هحط قناتي. تمام. وبيقول لك السرعه اخرها من بدايتها من 1 ل 1800، فانت بتخليها اقصى حاجه يعني اقصى سرعه. وهنا بيقول لك عايز عدد الفيو كام، معاك من 50 لحد 10000، فانت تقدر تحدد الكميه اللي انت عايزها، فاحنا هنخليها 10000. تمام. وهنبتدي نعمل ستارت. قبل ما نعمل ستارت احنا محتاجين ندوس انسبكت عشان نسحب الريكوست ده. تمام. خلينا نروح كده ونبتدي نعمل ستارت عشان نسحب الريكوست ده. تمام. زي ما انت شايف كده هتلاقي في ريكوستات كتير، منهم ريكوست اسمه ميك فيو. ميك فيو ديت هو ده الاوردر نفسه. تمام. تعالى كده نشوف الريكوست ده بيقول ايه. طبعا احنا هنا هنفتح الريكوست زي ما اتفقنا، هتلاقي في عندك كميه هيدرز وعندك بايلود حقنا ايه، والميثود هتلاقي بوست، يبقى انت كده هتشتغل بميثود بوست. تمام. يبقى خش على البايلود هتلاقي فيه كميه داتا هنا بتتحقن بس. ده كده الريكوست. قبل اي حاجه تعالى نروح نعمله على الموبايل ونشوف هيسحب معانا ولا لا. تمام. تعالى كده هنجرب برضو اتش بي كناري. المفروض بيسحب بس انا المحاكي عندي في مشكله، مش عارف ليه ما بيسحبش من جوه الكروم. زي ما انت شايف اصلا لما الكناري وقف طبعا عملوا مسح بيانات، عشان انا عندي ده محاكي فبيقابلني مشاكل كتير اصلا فيه. لو من على الموبايل بيفتح معايا على طول، بس طبعا عشان اوفق ما بين الموبايل والبي سي في التصوير بيبقى حوار عليا ورخم، وانا اصلا بصور في وقت بالعافيه، يعني بفضي وقتي بالعافيه اللي انا اصور فيه. تمام. فخلينا افتح معاكم اتش بي كناري وهتشوف دلوقتي ازاي اول مره بيفتح معانا بيفتح ازاي. اهو هتنزل لتحت كده، تسكرول لتحت شويه كده. تمام. لحد ما يظهر معاك كلمه اكسبت تدوس عليها وتدوس على انستول هنا كده. تمام. وتبتدي تحط الباسورد وتدوس اوكي، هيبتدي ينصب معاك. تمام. عادي جدا. تمام. طبعا ده بيقول لك ان هو انت هنا الفري تيريال، فتدوس سكيب. حلو الكلام. بعد كده زي ما اتفقنا هنختار جوجل كروم عادي اهو، جوجل كروم، ونرجع كده نشغله نروح راجعين. طبعا انت المفروض لما بترجع كده بيبقى في شاشه ظاهره هنا بيبين لك الريكوستات اللي بتسحبها، بس هنا ده برضه عشان محاكي ما بتعملش معايا. تمام. هاجي كده اروح داخل نسرش عن الموقع كده. تمام. ادوس ادفانسد وادوس على بروسيس. زي ما انت شايف كده هو اتش بي كناري اصلا بيوقف لي الدنيا خالص، مش عارف ليه. انت لو جيت سحبت هيسحب معاك عادي جدا. يعني بص زي ما انت شايف كده، بص اهو ده الريكوست اهو بتاع تليجرام سوفت وير. ده كده جيت عشان انا بفتح الموقع لسه. تمام. دي الميثود كده اللي اسمها جيت عشان بفتح الموقع، بس زي ما انت شايف كده نو ريسبونس لان هو الموقع ما فتحش اصلا. يعني بص كده الموقع ما فتحش. ليه ما فتحش؟ لان هو هنا قاري ان جوجل بتاع ده اتش بي كناري شغال. المفروض انت معاك هيشتغل عادي، بس انا هنا عشان المحاكي فيه مشكله زي ما اتفقنا. تمام. طب مثلا انت سحبت ريكوست زي ده مثلا، وليكن ده ريكوست مثلا اللي هو ده اللي احنا لسه ساحبينه. انت عايز دلوقتي تاخد منه الهيدرز وتاخد منه الداتا والكلام ده. تعال نخش كده على الريكوست، هتدوس على علامه الريكوست ديت، هتلاقي في عندك هنا اهي دي الهيدرز كلها. الهوست تروح جاي كوبي فاليو. تمام. وتيجي هنا ده كده تحطها هنا بيست كده، او تقريبا سحب معاها حاجه غلط. ماشي. الهوست هنا كده هتقول الاول كوبي كي. تمام. تروح جاي حاطط الكي هنا اهو. تمام. وتروح جاي كوبي فاليو اهو، كوبي فاليو، وتروح جاي حاطط الفاليو بتاع الهوست هنا. تمام. ده كده اول هيدرز. تنزل تحت تعمل نفس الحوار مع تاني هيدرز اللي هي كونكشن. تمام. وبعد كده مع ديت وبعد كده مع ديت، يبقى كده انت عملت الهيدرز بتاعتك كلها. طب اجيب الداتا منين؟ الداتا هتلاقيها في ملف التكست. تمام. في ملف التكست دي كده الداتا كلها.
تمام. فانت تاخد الداتا ديت وتحطها هنا. طيب انا دلوقتي مش عايز اقعد اكتب كل ده بقى واقعد اعمل حوارات ومش عارف ايه. هقول لك يا سيدي، بص الدنيا سهله خالص. انت كل اللي عليك تكتب ريكوست هنا. طب من البي سي هتعمل ايه؟ تروح جاي كليك يمين، كوبي، هتدوس على كلمه كوبي، تنزل تحت كده هتلاقي في 2 كوبي اس سي يو ار ال. تمام، في 2 اهم، في 2 سي ار ال، في 2 تحت، اي واحده فيهم بس الثانيه. يعني مثلا هنا سي ار ال باتش او ديت، هي مش هتفرق يعني. تمام، فانت تختار سي يو ار ال لازم بكلمه باتش. تمام، اخترتها من هنا. اعمل ايه؟ اروح جاي كده كاتب سي ار ال كونفرتر. تمام، ده موقع. تمام، اسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. وهتيجي تروح حاطط بيست كده. بص لو خدت بالك ايه اللي حصل، كتب لك اصلا كود بايثون كامل اهو، كود بايثون كامل. طبعا الموقع بيكتب باي لغه انت عايزها، سواء سي شارب، دارت، جو، جافا سكريبت، جيسون، اي لغه انت عايزها. فاحنا محتاجين بايثون، فايه معلمين على البايثون. تمام، ممكن بقى تيجي تاخد الهيدرز دي كده كلها. تمام، وتروح جاي حاططها عندك كده. يعني بدل الهيدرز دي هتروح حاططها هنا كده زي ما انت شايف كده. ادي القيمه والمفتاح بتاعها، المفتاح قصدي، والقيمه بتاعتها. تمام، طبعا هتلاقي فيه هنا مثلا كومنتات. الكومنتات دي ممكن تشيلها عادي. تمام، ملهاش لازمه. ودي باقي الهيدرز. حلو الكلام، حلو الكلام. طب في داتا، عايزين الداتا. بعد كده هتلاقي كلمه داتا اهي، تروح جاي واخدها كوبي وتحطها مكان اللي عندك اهو. حلو الكلام اهو، حط الداتا. يبقى انت كده عندك الداتا برضو ايه، عباره عن كي وفاليو، كي وفاليو. لو خدت بالك بقى ان الداتا ديت هي عباره عن الحقن كله. يعني ديت بقى اللي انت هتشتغل عليها الداتا. يعني انت الهيدرز خلاص يعتبر ما بتعدلش عليها، فممكن تقفلها كده. الداتا نفسها بقى هي ديت اللي انت عليها الشغل كله. يعني انت التوكن ده ممكن يكون متغير اصلا. المفروض اللي انت بتجيبه من الصفحه نفسها. بتجيبه ازاي؟ بتبتدي تخش على موقع تليجرام سوفت وير زي ده كده. تمام، وتبتدي تعمله جيت. هنشوف الوقت ازاي هنعمله. تمام، انا دلوقتي جيت مثلا بعمل البوست، لقيت فيه توكن زي ده. طب التوكن ده كده انت كده حوار، انت كده هتقرفني. يبقى احنا المفروض نعمل ايه؟ هقول لك يا باشا المفروض تعمل ايه. خلينا نشيل ديت عشان ايه، عشان نفهم الدنيا. طالما في توكن يبقى انت كده الريكوست ده مقرف شويه وهيتعبك معاك. فانت اول حاجه هتضطر تعمل مثلا بريس هنا اهو ايكوال ار دوت جيت، وتيجي جاي عامل جايب الموقع نفسه، وتروح جاي عامل ايه، عامل كده من الموقع نفسه. تمام، وتعمله دوت جيت. ليه؟ عشان تفتحه. عشان اول ما بتفتحه بيديك توكن، فانت هتفتحه عادي، تاخد منه التوكن وتحطه في ايه، في الريكوست الجديد. تعال نجرب نشوف اللي هيحصل. نعمل مثلا برنت للريس التكست زي ما اتفقنا. تمام كده انا فتحت الموقع ده، بفتح الموقع ده وهطبع لي التكست بتاعه عشان اشوف فيه توكن ولا لا. تمام، زي ما انت شايف كده طبع لي اهوت، طبع لي حاجات كتير. طب انا عايز اشوف فيه توكن ولا لا، هسرش عن كلمه توكن اللي هي موجوده ديت. يعني هنا بيقول لي فيه توكن، فانا هسرش هنا عن كلمه توكن في الرن. تمام، توكن زي ما انت شايف كده هنا في علامه توكن اهي، التوكن والقيمه بتاعته اهي. يعني كل مره بيتغير. لو بص جيت سرشت مثلا من جديد او رنيت من جديد، هتلاقي التوكن بيتغير مع كل مره. التوكن بص كده، هتلاقي ان التوكن ده غير التوكن ده غير التوكن اللي هيرن من جديد. فده كده توكن لازم تجيبه كل مره. فانت بتنفذ الريكوست ده، بتفتح الموقع عشان تبتدي تجيب منه الريكوست ده، تجيب منه التوكن ده. هتجيبه ازاي بقى؟ ديت حاجه اللي انا اتكلمت عليها في الفيديو، قلت ان دي حاجه اسمها ريجكس. فطبعا عشان تجيبها بحوار الريجكس دي هتبقى صعبه شويه، محتاجه برضو الريجكس دي محتاجه اصلا شرح لوحدها. فاحنا ممكن نعمل ايه، نشوف مثلا بدل كلمه تكست ديت نكتب كلمه كوكيز، ونشوف الكوكيز ديت فيها التوكن ولا لا. تيجي نجرب كده نشوف هيبقى ايه. بص زي ما انت شايف كده طبع لي هنا التوكن، في توكن اهو اللي هو ده، بس ده توكن ايه، اللي هو الاكس اس ار اف. وده طبعا هنحتاجه. لا هتحتاجه فين؟ ايه ده؟ اما افتح ليدر كده، ننزل تحت كده، محتاجينه. نشوف نبص بصه كده، هل محتاجينه لحد دلوقتي مش محتاجينه. يبقى احنا خلاص كده ده مش محتاجينه. نبص تاني هنا كده، خلاص يبقى ده كده مش محتاجينه، اللي هو ايه، الاكس اس ار اف توكن ده احنا مش محتاجينه. تمام، نمشي في هنا تليجرام سوفت وير سيشن برضو احنا مش محتاجينها. تمام، قلب هنا كده مفيش توكن للاسف. فانت تضطر تشتغل بالريجكس. طب هشتغل بالريجكس ازاي؟ اقول لك. خلينا نرجع تاني للتكست. تمام، وخلينا اقول لك ان كده هنستخدم مكتبه ريجكس ديت هي اختصار المكتبه بتاعتها اسمها ري. تمام، فانا هسيب لك حاجه جاهزه هنا كده، يعني انت تشتغل عليها. تمام،
ايه دي بقى، هفهمك الموضوع شغال فيها ازاي، بس خلينا افهمك يعني، هفهمك الدنيا فيها وانت ايه ممكن تبقى تاخدها كوبي. تمام. اول حاجه مكتبه ري ديت هنعمل لها امبورت، طبعا دي حاجه داخليه مش محتاج تسطبها، ايه امبورت ري. تمام. جواها شويه حاجات، منها حاجه اسمها فايند اول، جواها فانكشنات، جواها فانكشن اسمها فايند اول. فايند اول ديت يعني يوجد لي كل اللي موجود. تمام. كل اللي موجود فين؟ فهنا بتكتب علامه الريجكس، وهنا بتكتب الريسبونس بتاعك اللي هو الريس ده دوت تكست. تمام. اللي انت بيقول لك يعني هتسرش فين، هنا كده انت بتقول لك هتسرش فين، وهنا هتسرش بايه. تمام. فاحنا هنسرش فين؟ هنسرش في الريسبونس اللي جالي من هنا، عشان اطلع منه ايه؟ اطلع منه التوكن اللي احنا اتفقنا عليه. تمام. تعالى بس ايه قبل ده كده خلينا نرن عشان نشوف التوكن. تمام. نروح راجعين تاني كده. هنا بقول له بقى اوجد لي كل ايه، هتروح جاي كده مسرش على علامه التوكن. تمام. هتلاقي ان في هنا توكن كده، فانا هقول له اوجد لي كل حاجه موجوده ما بين علامه النيم كده لحد هنا كده. انا طبعا فين التوكن، فين القيمه بتاع التوكن؟ القيمه بتاع التوكن اهي، دي كده قيمه التوكن. فانا عايز اجيب يعني ما بين كذا وكذا، انا اقول له ما بين الجزء ده كده. تمام. والجزء ده. حلو الكلام. نحطها فين بقى؟ هاجي كده اخد الجزء ده اهو، نيم اهو، اروح جاي حاططها فين؟ مكان من اول هنا علامه العلامه ديت كده اهي، واروح جاي حاطط كده. دي كده اللي على الشمال. طب اللي على اليمين، اللي على الشمال طب اللي على اليمين اللي ما بين العلامتين دول. تمام. اروح جاي حاططها هنا كده اهي. تمام. هسيب لكم برضو الكود ده كده في الديسكريبشن لو حد حابب ياخده جاهز يعني، ويفهموا مع نفسه يعني. عموما ديت بقى دي فكرتها ايه ديت. هنا كده الار ديت معناها ان انا هشتغل بريجكس. الريجكس ديت بقول له هنا كده كل علامه في الريجكس ليها معنى. طبعا مش هينفع اشرحهم، لان مثلا علامه الاستفهام دي بقول له ان مثلا رقم او اكتر، او ممكن رقم يبقى موجود ورقم مش. طبعا دي محتاجه حوار لوحدها، ومحتاجه فيديو لوحدها، فيديو كامل برضه طويل. لو حابين اكلمكم عنها ممكن اكلمكم عنها، مفيش مشكله، وموجوده كتير على اليوتيوب يعني. تمام. فانا بقول له هنا ملخص يعني الحوار الريجكس ده، بقول له اللي محشوره ما بين يعني الكلام، هات لي الكلام اللي هنا اللي محشور ما بين الناحيه ديت والناحيه ديت، فهيجيب لي الكلام اللي في النص اللي هو الكلام ده. تعالى كده نطبع مثلا، نسمي ديت توكن كده. تمام. ايكوال، ونبتدي نطبع التوكن ده ونشوف هيجيب لي ايه. تمام. تعالى كده نجرب رن نشوف هيجيب ايه. زي ما انت شايف كده جاب لي قيمتين، جاب لي هنا توكن وتوكن تاني. ليه؟ لان في 2 توكن في الصفحه، فهو بس ال2 توكن لو خدت بالك نفس ال2، فانا ممكن اخد واحد منهم. عشان اخد واحد منهم بقول له ان دي ليست. احنا اتفقنا الليست طبعا في الفيديوهات اللي فاتت ازاي نتعامل مع الليست. دي ليست فيها قيمه اهيت والقيمه الثانيه، عشان نجيب اول عنصر فيها بنبتدي بالزيرو، فنبتدي نكتب زيرو هنا كده ونبتدي نبحث. زي ما انت شايف كده جاب لي التوكن، يبقى انا كده قدرت اخرج التوكن. تمام. بعد كده التوكن بتاعي هبتدي انفذ الريكوست التاني. تمام. طبعا الريكوست التاني زي ما اتفقنا اهو، لما رحنا على موقع الCURL ده وجاب لي الهيدرز وجاب لي الداتا، وقلنا ان في كوكيز ممكن نخليها وممكن نمسحها. تمام. بس هنا لو خدت بالك ان انت مش هينفع تمسحها. ليه مش هينفع تمسحها؟ لان هنا في تليجرام سوفت وير سيشن وفي XSRF توكن اللي احنا قلنا ايه مش محتاجينهم. لا انت محتاجهم ومحتاج تحطهم في الكوكيز، فانت هتعمل متغير تالت اسمه الكوكيز مع الهيدرز والداتا. تمام. يعني يفضل ان انت تخليهم ما تمسحهمش. حلو. وهتبتدي تحطها تحت برضو هنا كده في الريكوست. هتيجي واخد برضو هنا الريكوست بتاعك زي ما انت شايف اللي هو هيشتغل بالبوست، ويحط البتاع URL، ويحط الكوكيز، ويحط الهيدرز، ويحط الداتا زي ما اتفقنا. تمام. اهو زي كده هشتغل. في هنا غلطه بسيطه. ايه الغلطه البسيطه؟ اللي هو كده اشتغل بمكتبه الريكوست، وده غلط. ليه؟ لان احنا متفقين ان احنا لو في اكتر من ريكوست المفروض نشتغل بايه؟ بالار. تمام. يبقى انت هنا كده لما جيت اشتغلت بالار دوت جيت، لما تيجي تشتغل تحت بالار دوت بوست. تمام. عشان تبقى ايه نفس الريكوست. تمام. ممكن تنظم الكود بتاعك بانك تنزل كده سطر في كل حاجه لو حابب يعني، مفيش مشكله. تمام. وتبتدي تطبع برنت الريسبونس. تمام. ريسبونس دوت تكست. حلو الكلام. حلو. هنا بقى الداتا ديت المتغير بتاعك اللي انت هتقدر تشتغل عليه. انت مثلا هنا هتقول له دخل يوزر القناه، اول ما دخل يوزر القناه تبتدي تحطه هنا. طيب التوكن هنا احنا نسينا نغيره، احنا عندنا التوكن اهو فوق ده القيمه اللي شايله التوكن، هنبتدي نحطه هنا كده اهو. تمام. شيل ديت كده واحط توكن 0.
يبقى انا كده حطيت التوكن والدنيا شغاله. طيب هي هنا بس في مشكله ان هنا الاكس اس ار اف توكن بيتغير، فاحنا مغيرناهوش. هقول لك دلوقتي ازاي تغيروه، بس خلينا نمشي واحده واحده. تمام، تعالى رن كده زي ما انت شايف. خلينا نلغي البرنت اللي فوق ديت، البرنت ديت بتاع التوكن. زي ما انت شايف هنا بيقول لك ايه، بيقول لك اللي انت اوريدي استخدمت الديمو. تمام، يعني ايه دي كده بيقول لك اللي انت اصلا القناه ديت خدت الالف بتاع قبل كده. تمام. تعالى كده مثلا عايزين بقى نعمل حاله تشيك مثلا اف، ونروح جاي واخدين دي كده نحطها هنا كده، ونقول له اف ديت ان موجوده في الريكورد في الريسبونس دوت. طبعا الكلام ده اتفقنا عليه في حاله اف، في الفيديو بتاع حاله اف. تمام. كده انا بقول له لو ديت موجوده في قلب الريسبونس ده اطبع لي مثلا برنت انت اخدت العرض قبل كده. وطبعا الموقع ده لو غيرت اليوزر بيقدر يديك تاني بس باي بي مختلف. فمثلا ممكن اقول له قم بتغيير اليوزر. تمام كده انت تمام كده، مفيش مشكله كده. تمام كده انت 100. لو جيت رنيت اللي هيحصل، بص هيطبع لك ايه. طبعا انا عندي النت ضعيف شويه لان انا شغال على الواي فاي. فهنا زي ما انت شايف كده بيقول لك انت اخدت العرض قبل كده، قم بتغيير اليوزر. حلو الكلام. تيجي بقى نظبطه كده ونخليه بقى ريكوست محترم. تعال ندخل بقى حوار الفانكشن معانا. تعالى يا باشا نعمل حوار الفانكشن ده. ندخل حوار الفانكشن نقول له ديف مثلا وليكن اسم الفانكشن انكريز فيوز تليجرام مثلا، عشان ابقى عارف ان ديت بتاعي ايه ده. معلش انكريز فيوز، طبعا اندرسكول فيوز تليجرام. حلو الكلام. دي فانكشن ايه. وطبعا اتفقنا ازاي بنكتب الفانكشن في الفيديوهات اللي فاتت، لو ما اتفرجتش عليها ارجع اتفرج عليها. وهنبتدي ناخد الكود ده كله كده هوبا كنترول اكس نحطه في قلب الفانكشن ديت. تمام. ليه حطيت في قلب الفانكشن ديت؟ عشان اقفل الفانكشن كده وابتدي انظم كودي واظبط الدنيا اهو. وطبعا هنشغل الفانكشن بان احنا ننادي عليها. تمام. بس قبل ما اشغلها بقى انا عايز اظبط بقى، اعمل ريكوست محترم كده والدنيا تبقى شغاله معايا حلو. اول حاجه انا هطلب من اليوزر ان هو يدخل القناه بتاعته. تعال نجرب الحوار ده. يعني مثلا تعالى يا عم اليوزر دخل لي مثلا القناه بتاعتك وليكن اسمها سي اتش مثلا شانل ايكوال انبوت، زي ما اتفقنا ازاي بناخد حاجه من اليوزر انبوت، ونقول له put your channel here. put your channel here، يعني بقول له حط القناه بتاعتك هنا. ماشي. وزي ما اتفقنا طبعا ممكن نعمل شويه علامات كده رايقه نظبط بيها الكود بتاعنا، ونخليه مثلا ينزل سطر. وطبعا اتفقنا على كل ده في الفيديوهات اللي فاتت، لو ما اتفرجتش عليها ارجع اتفرج عليها ولا تاني اهوت. تمام كده احنا عندنا هناخد من اليوزر القناه بتاعته. تمام. اول ما يدخل القناه ده المفروض ايه نشتغل عليها. فهطلع دي فوق كده شويه عشان ديت هيبقى متغير كامل. تمام. المفروض بقى احط المتغير ده فين؟ في قلب الداتا. لو فتحت كده هنزل عند الداتا هتلاقي فيها قناه، اروح شايلها كده واحط السي اتش. تمام. يبقى انا كده خليت ايه القناه تتغير. عايز بقى اخليه عدد الفيوز، يحط هو عدد الفيوز. ممكن اعملها برده زي اللي فوق واحط انبوت تاني مفيش مشكله، وخليه هو يحدد عدد الفيوز. بس انا هنا هخليها ثابته ان اي قناه يزود لها 10000. تمام. واروح جاي طالع فوق كده اقفل ديت واروح جاي مرن ونشوف الحوار ده هيرن ازاي. اول ما ادوس كده وادوس رن مين، زي ما انت شايف كده هيقول لي بوت يور تشانل هير. طبعا التشانل اللي كاتبها غلط، المفروض دبل ان، مش مشكله. تمام. هاجي هنا كده هروح حاطط القناه بتاعتي وليكن مثلا اكس سورس. ممكن اغير اسم القناه عشان نشوف دلوقتي اللي هيحصل، ونعمل اكس سورس ندوس انتر. زي ما انت شايف كده هيبتدي ينفذ معانا الريكوست. هنا كده في مشكله طلعت معايا. مشكله ايه؟ انه طبع لي صفحه اتش ام ال كامله. ايه الصفحه ديت؟ خلينا نشوف دلوقتي. نطلع فوق. دي مشكله فيريفيكيشن عشان انت ما عملتش التوكن اللي احنا اتفقنا عليه. تمام. انت كده ده عشان ما عملتش التوكن اللي احنا اتفقنا عليه. هقول لك تعالى هنعملها ازاي. بص انت دلوقتي هنا لو خدت بالك اول ما فتحنا الموقع ده جبت منه التوكن صح. في نفس الوقت وانت بتجيب التوكن هتجيب منه الكوكيز. تعالى نطبع الكوكيز كده. نطبع كوكيز بس دوت كوكيز. تمام.
تمام. تعال نطبع كده ونشوف هتقول ايه، بس قبل ما اطبع هوقف الكود بعدها على طول، اقول له اكزيت عشان يوقف الكود ما يكملش الباقي، عشان مش محتاج الباقي اصلا دلوقتي، انا محتاج بس البرنت ديت. مثلا هاجي هنا اكتب اي حاجه مش تفرق معايا دلوقتي. زي ما انت شايف كده هتلاقي في الكوكيز في حاجه اسمها XSRF توكن، طبعا هتجيبه برضو عن طريق الريجكس، نفس الحوار ده كده، هتروح جايبه ما بين ديت كده، ما بين الجزء ده كده، وما بين فين لحد نهايه التوكن ده. التوكن ده طويل، وما بين العلامه ديت اهي، ما بين العلامه ديت كده، تمام، وتحطها بنفس الطريقه ديت كده. انت جبت XSRF توكن. هتجيب التليجرام سوفت وير سيشن، نفس الحوار ما بين ديت وما بين ديت، تمام. يبقى انت كده جبت الاثنين، وتروح جاي حاططهم هنا. هتشيل كل من القيمه ديت وتحط المتغير اللي انت هتحطه فيه، وتشيل كل القيمه ديت وتحط المتغير اللي انت هتحط فيه، هيشتغل معاك والدنيا هتبقى تمام. تمام كده انت جبت كل حاجه من الكوكيز، وجبت التوكن بتاعك وظبطت الدنيا. ده كده موقع تقيل حرفيا، يعني جايب لك موقع تقيل عشان تبقى فاهم كل الدنيا ماشيه ازاي. تقدر تطلع توكن من موقع عادي، تقدر تشوف الكوكيز. الكوكيز مثلا محتاجه فيها حاجه متغيره، يعني مثلا زي ما انت شفت كده، انت مثلا التوكن ده مديك توكن اهو، ممكن تشتغل بيه 5 مرات، الريكوست تشتغل بيه 5 مرات، والتوكن ده خلاص مدته تنتهي، فاهم؟ فانت تخليه كل مره يجدد التوكن من تلقاء نفسه، بدل ما انت ما تخش تجدد انت بنفسك، لا انت تخليه يجيبه هو، يفتح الصفحه ويجيب الكوكيز ويروح حاطط لك الكوكيز في الريكوست الجديد. بس يعتبر كده انا بس ما رضيتش اجرب، لان انا اصلا مده الفيديو 41 مش عارف ارفعه ازاي على اليوتيوب، فحوار بالنسبه لي حوار كبير قوي. تمام. طبعا انت بقى تقعد تجرب بقى هنا، مثلا لما تاخد العرض هتشوف مثلا لو في كلام تاني ظهر، يعني مثلا هتلاقي مثلا كلام اسمه done add views، يعني مثلا هتقول له هنا بقى كده else او else if مثلا، او اللي هي elif مثلا احنا اتفقنا عليها، وتقول له مثلا done add view. طبعا انت الكلام ده الموقع هو اللي بيرجعه لك، فانت تقعد تجرب بقى كل حاجه بالموقع بيرجع لك، وتعمل لها حاله اف عشان ايه، تقول لليوزر ان انت ضفت ولا ايه اللي حصل، ولا حصل مشكله ولا الكلام ده كله، تمام. فهتقول له كده، تمام. فطبعا لو كده هتقول له برنت ان العرض تمام، تم اضافه، او مثلا تم اضافه 10,000 مشاهده بنجاح، تمام، بنجاح. يبقى كده انت خلصت الريكوست. طبعا نفس الحوار على الموبايل، هتيجي كده هي واخده، وتروح على البايدروا 3، وتروح جاي حاطط كوبي، نفس الكلام اللي احنا عملناه اهو، تمام، نفس الكلام. وهتيجي ترن هتلاقي نفس الحوار اهو، بوت يور تشانل، هتكتب التشانل بتاعك عادي اهو، تمام. زي ما انت شايف كده هيبتدي يطبع لك هنا. طبعا هو هنا طبع لك الريكوست والكوكيز اللي هي الاكسس ار اف توكن اهو، زي ما انت شايف كده، تمام. مثلا نعمل سيلكت تكست اهو، زي ما انت شايف ده الاكسس ار اف توكن اهو، وهتبتدي تاخده وتشتغل عادي زي ما اشتغلنا على البي سي. طيب انا دلوقتي عايز اجيب الكود جاهز زي ما جبت ده كده، انت قلت لي انا هنا خليتنا نجيب الكود جاهز بتاع، طب عايزين نجيبه من على الموبايل برضو الكود جاهز، نعمل ايه؟ هقول لك يا صاحبي. بس انت كده وانت بتسحب الريكوست، تروح جاي على اتش بي كاناري مثلا، وليكن الريكوست اللي احنا كنا بنتكلم عليه مثلا وليكن ده، تيجي داخل عليه كده، تخش على كلمه ريكوست، تمام، هتدوس على كلمه رو اللي هي ديت، وتدوس كليك يمين، تمام. مش هتدوس كليك يمين، لا انت هتدوس دوسه طويله، دوسه كده عاديه، معلش دوسه عاديه كده في النص. هتلاقي بيظهر لك القائمه ديت، هتكتب لا هو مش كوبي، هو انت هتدوس على كلمه شير، معلش لخفنت، هتدوس على كلمه شير ديت، وتبتدي تدوس شير سي ار ال، تمام. نفس اللي عملناه هناك، كنا واخدين برضو، تعالى عشان نجمع كده اهو، بنعمل كده كوبي، وهتلاقي سي ار ال باتش، تمام، هي ديت. هو هنا البتاع سي ار ال باتش عموما يعني، فتيجي كده تعمل شير سي ار ال، وتروح جاي مثلا ايه، دي كده هتنسخه. ممكن طبعا لو انت مش عندك النسخ، او اللي هي نسخ للحافظه، تمام، ممكن تحطه في اي اديتور وتاخده كوبي. فانا هنا هاخد نسخه للحافظه عادي، تمام، اتنسخ معايا اهو. اروح جاي على نفس الموقع كده، تعال نخلينا نفتح الموقع ده من على الموبايل عشان نشوف الدنيا برضو، عشان مش شغالين كل حاجه من على الموبايل. بس طبعا هنا اتش بي كاناري مش هشغل جوجل كروم عشان ده محاكي زي ما اتفقنا، تمام. خلينا نخش على جوجل كروم ونبتدي نخش على موقع سي يو ار ال كونفرتر، سي يو ار ال اهو، سي يو ار ال، هكتب سي يو ار ال كونفرتر، هسيب لكم اللينك بتاعه برضه في الديسكربشن. هيظهر معانا اول واحد ده اهو، هدوس عليه واروح جاي حاطط بيست، تمام.
هو هنا بيقول لي ان مفيش URL specified تقريبا، عشان ده ريكوست تقريبا تاني، او ريكوست مش ريكوست اصلا. تعال نبص حتى لو حطيناه هنا دي في مشكله. فتعال نشوف ريكوست غيره، لان ده مش ريكوست اصلا. فخلينا مثلا نشوف ده، نعمل له شير، نخش على رو مثلا ونعمل له شير ونعمل له كوبي URL بس كوبي. تمام، ده اتعمل معايا اهو. سوري، نفس الحوار هاجي كده على الموقع اهو عادي، واروح جاي حاطط ايه URL اللي انا خدته. تمام، اعمل سيلكت اول، اشيل ده كله، اروح حاطط ايه بيست اللي انا خدته. زي ما انت شايف كده اهو، ده ريكوست اهو، بس ده ريكوست صغنون صغنون شويه. فهنا دي الهيدرز بتاعتك اهي، هيدرز قليله. تمام، ودي البارامتر دي برضو حاجه زي الداتا كده، بس دي بتتحط في الهوست نفسه. مفيش مشكله عادي يعني، هو الموقع عملها لك وظبط لك الدنيا اهوت. تمام، هتبتدي تاخد الهيدرز وتبتدي تاخد الداتا لو في داتا. طبعا هنا مفيش داتا فهو ما جابلكش. وتبتدي تاخد كل حاجه وتبتدي تعملها في الريكوست عندك، تحطها في الريكوست عادي اهو. تحطها هنا كده، تحط الداتا بتاعتك وتحط الهيدرز بتاعتك عادي، نفس الحوار اهوت. هاجي اخد من هنا مثلا كوبي اهوت، مفيش مشكله، في ريكوست جديد اهو، اعمل كنترول سي، اخد كوبي واجي هنا كده اشيل ديت واحط بيست مكانها اهو. الحوار سهل، مفيش اي مشكله. تمام، انا ما خدتش كوبي اصلا، ماشي، خد كوبي اهو. لو انت شايف كده، دي الهيدرز بتاعتي اللي موجوده في الموقع، خدتها وتبتدي تنفذ الريكوست اللي انت عايزه وتظبط بقى دنيتك وتتعامل والدنيا حلوه ايه. ومده الفيديو اصلا اكبر فيديو عندي في القناه هو الفيديو ده، بس اعتقد ان انا قفلت الريكوست يعني كده. انا مش هتكلم في ريكوست تاني عموما يعني، الا بقى لو هخش بقى ايه في حاجه بقى ازاي تظبط بقى تعمل مثلا الشعار بتاعك يفتح والكلام ده، الشعار بتاعك في اول الريكوست يشتغل وشويه تظبيطات يعني. تمام، اتمنى يعني تكونوا وصلتوا للدقيقه ديت. انا تعبت اصلا في الشرح، اتكلمت كتير قوي، بس يعني حابب اوصل لكم معلومه بطريقه كويسه، وانك تكون فاهم المعلومه مش مجرد تاخد كوبي بيست. اتمنى يكون عجبكم الشرح، واتمنى اكون قدرت اوصل لكم كل حاجه انا عايز اوصلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.